أسعد الله مساءكم أم صباحكم في أي مكان وأي زمان، ولكن الأهم أنك تكون مبسوط. ابتسم يا صديقي، إنها الحياة. كأنك ما تعرفني ها؟ الواد صار داشر، الطليان خربوه. شيك يا ساتر يا ساتر. إلى أين يا ودود؟ الله فلت الواد، ادعوا له بالهداية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحانك يا رب. هذه الحديقة اللي تحت الفندق. لا إله إلا الله حق. احنا هنا ساكنين، شايفين فوق، وهذا الإطلالة. أقول لكم الواد مو سهل ده. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، والأجواء حرفيا ولا غلطة. الكراسي اللي هناك تاخذ عليها كفي واستمتع في المنظر. جيب العافية، لا إله إلا الله حق. ناس تسبح هناك مبسوطة. حقك. Nice. Thank you. You're fun. Good job. والله لو هذا ولدي أمي هزأتني تهزيء. يا ولد دخلوا، حيجيله برد، شيلوا الولد لبسوه. لا أحد يلومهم، لا أحد يلوم، لا أحد يفك فمه معاهم بكلمة. شوف الأجواء. تفضل حبيبي شوف. هو في ايه؟ تشكيلة من المخبوزات. لا والله هلا جمعة مباركة يا شباب، الله يعطيك العافية. طيب قبل ما ندخل مطعم جريف ونطلب، نبغى ناخذ من حبيبنا ابو ربيز زي ما عودتكم كل جمعة نصيحة الجمعة. يا عمي بلا هلا جمعة مباركة يا شباب، الله يعطيك العافية. طيب قبل ما ندخل مطعم جريف ونطلب، نبغى ناخذ من حبيبنا ابو ربيز زي ما عودتكم كل جمعة نصيحة يا الجمعة. عمي بلا نصايح دحين بالله تكفى. جعانين اقول لك فين الغداء؟ بيجي الغداء بس الناس تبغى نخش نطلبه لسه. بنخش. نصيحة عند ابوك يا ابويا هناك بعدين. طيب ايش النحل قاعد يلاحقك انت ايش؟ انا عسل. العسل الشخص هذا قبل الغداء يكون مفترس. ايوه والله العظيم. طيب اسمع، ما حنتغدى احنا في المطعم هنا. تمزح معايا وانا جيعان بالله تكفون. طيب نصيحة الجمعة بس يا جماعة الخير، نصيحة ابويا خليه عند ابوك بالله تكفون. خلينا نخلص اليوم. طيب يلا تعال. ايش تعال يا حبوبه، وين رايح؟ بنجيب الغداء. نجيب غدا وايش؟ ما حنتغدى هنا ولا نتغدى عند ابوك ولا ايش نرجع؟ دحين انت مو قلت عند ابويا؟ انا عارف عند ابوك بس انا عارف الغدا وين. قبل الغداء اقول لك اقلب كانه بغبغان كاستون. اي والله مفترس. الدب الارضي صح؟ الدب لا تطالع في، ما حد بيعطيك، عادي يقول اي دب. الغابات، دب الغابات. الغابات. ايه طيب. دب ارض. طيب دقيقة فرق يا راجع السيارة. النصيحة خليها عند ابوك والله احسن. والله عند ابوك. في نصيحة كذا اليوم اقول لك يا كل الناس حينبسطوا منها. بس لازم اول تطلع شيء نصيحة لليك. جمعة مباركة عليك وعلى متابعينك حبيبي. وخليهم يتابعونا ان شاء الله. اليوم في نصيحة ان شاء الله الكل حيستغرب منها حبيبي. سمعناها. حيستغرب النصيحة. ما شاء الله تبارك الله. شايف حبوبة؟ انت اللي ما شاء الله سويت كل شيء. متى كيف صغير. والله الله يعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله هو اللي يسوي المندي والدجاج المقلقل كل شيء. يا حبيبي افتح فرع اكبر تكفى. لا
ناخذه من جريف اللي هنا احنا هذيك من فرع النسيم. لازم يفتح لك انتداب والله. يضحك يعني يضحك يعني نقدر ها. المفروض انت تسوي يعني كذا. ما شاء الله طبخت المندي. اي والله. احلى من معلمين قاموا الرئيس. اي والله. الله يحفظك. الله يبارك، الله يبارك لك في الموهبه اللي انت فيها، ما شاء الله عليك يا زكريا، حبيب قلبي، الله يعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله. شايف حبوبه؟ انت اللي ما شاء الله سويت كل شيء. ما تلحق كيف صغير. والله الله يعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله هو اللي يسوي المندي والدجاج المقلقل كل شيء. يا حبيبي افتح فرعك تكفى. لا ناخذه من جريف اللي هنا احنا هذيك من فرع النسيم. لازم يفتح لك انتداب والله. يضحك يعني يضحك يعني نقدر ها. المفروض انت تسوي يعني كذا. ما شاء الله طبخت المندي. اي والله. الله يحفظك. الله يبارك، الله يبارك لك في الموهبه اللي انت فيها، ما شاء الله عليك يا زكريا، حبيب قلبي، الله يعطيك العافيه. منورين والله بيت الوالد، منورين منورين والله ابو علي. نورك يا حبيبي، مرحبا وسهلا والله. اقول لابويا اقول له لا لا حمد جمعه ما يعرفوا. ايوه اي مو مزح مو مزح. لا احنا جمعه يا جماعه الخير. فابو ربيش قال لما نوصل عند ابويا نقول نصيحه الجمعه. نقول نصيحة الجمعة بس نبغى يا ابو ربيش انت قلت نوصل بيت الوالد. طيب ما هي يعني صح مو النصيحة انه يعني عوائد الجمعة. ايوه نحن نبغى ناكل. اول يلا يلا ابوي تفضل خلاص. طيب يلا. ايوه وبعدين يقول النصيحه. عندك نصايح قبل الاكل، والله بعد الاكل تيجي النصايح. ايوه يلا يلا تفضل يلا تفضلوا يلا. نصيحة على السريع بس قولها قبل ما نروح لك أي نصيحة. ما في دحين يا عرفة لا تحاول. طيب دقيقة نصيحة والله على السريع. ها؟ لا لا إيه؟ أدخلك متاهات؟ قبل ما يقعدوا العيال إيش تنصح الناس يوم الجمعة؟ بعدين نصايح مو نصيحة. يلا أوكي حياكم الله حياكم الله. ما شاء الله. الله يجعله عامر ودايم. إدام أبويا إيش الحركات هذه؟ اللي سخنته؟ فادي بالله شوف قال لك ايوه حق الضحك ذا. ايه بالله جيبه. طيب روح جيبه والله سخنه. ايوه يلا الحمد لله. ها ابويا عبى المعده. الان وقت النصيحه. شوف اول شيء عم احمد الله يكرمك. اجيب لك شاي صح. اي والله. لا ابويا هو ايش قال؟ قال اكل واقول الحكمه. يا رجال يا حكمه هذول نزل الحكم كلها. طيب الواحد بعد الاكل خلاص يصير ثقيل. شوف عيونه كيف صغرت عيونه. لانه كثرت خلاص كنت جيعان مره. طيب الواحد يكون جيعان مره ياكل يثقل. بس هذا واجب عليك انك اذا احد طلب منك النصيحه انك تنصح. والناس يا حبوبه ينتظروه. الناس ينتظروا نصيحه الجمعه. ينتظروك. نعم نصايحك. ما قلت شيء بس انا قلت انا ناكل بس. ابويا عارف ايش قال عند المطعم؟ قال بيعطي الناس نصيحه اليوم حيستغربوا منها. يعني بس انبسطوا منها. والله قال حيستغرب. مع الجوع لخبطت. مع الجوع لخبطت انا. حيجننوا. حيستغربوا. ايوه لان هذه راحت من زمان انقطعت. ايش هي؟ انقطعت. ايش هي؟ نصيحة انه يعني كعادة يعني احنا العرب المسلمين نعم الاسر دائما ايش يوم الجمعة تتجمع صح ولا لا؟ ليش اسمها جمعه؟ لانها جمعة المسلمين. جمعه جامعه. جمعة جامعة. حلو. دعوه سامح. نعم. تفضل. اللهم صل وسلم عليه. اين العادة هذه اللي انقطعت؟ فينها؟ اين ايه؟ فينها العادة هذه؟ لا قولها قبلها. اين ايه؟ قلت لي اين الحاجه؟ اقول لك عادة الناس يجتمعون يعني خاصة الاسر. حلو. الاسر يجتمعوا حلو. يوم كذا معين استراحة في بيت الوالد في بيت ابوهم في بيت جدهم. الله طيب انا الحمد لله ابوي انا بالله انا ما اجتمع عندك اوكي. لا انا بتكلم عامة. اوكي الحين ما في ناس كذا ما في كذا. يعني قصدك قلت الاشياء هذه انه الناس يجتمعوا مع بعض الاهل والاخوان يوم الجمعه. اذا اجتمعوا مثلا
احنا رجال كذا اجتمعنا. حلو. حلو. طيب في غيرنا يعني مثلا يجوا الاسره كامله، الاولاد من الصغار والكبار. ايوه. فين العادة هذه انقطعت صح ولا لا؟ صح، يعني خفت مرة. هذا ما خفت والله يا ثاني. ها؟ والله انها ما خفت لسه ما شاء الله تبارك الله. الناس متجمعة كل ويتغدوا مع بعض جمع. وكل الناس تروح. والله حبوبة فينا. كيف شافها؟ والله حداد اذا في زي كذا زي ما اول يا رجال قبل 5 6 سنوات. صح انا ايدك. صح. ايش بك؟ تكاتف اسر ما في. حتى هو هذا من يعني ايش؟ انت الان جيت تغديتوا والسلام عليكم وعليكم السلام. ايه. جلست لك ساعتين 3 ورحت. صح. اول كان الاسره كلها، انت تجيب مراتك وده يجيب مراته واولاده ذا. نعم. ومن الظهر لين اخر الليل. لين يعني الساعة كل الحريم 12 تطبخ والله. ايوه صح. ولين اخر الليل. طيب ابوي الحين ايوه الحين الموضوع ايوه فطاني. الموضوع فيه لا الموضوع فيه قل كرم. قل كرم. قل الكرم. انا بدفع وهذا ما بيدفع وهذا بيروح وانت تصرف على مين وانت تصرف على هذه وانت تصرف على هذا وانت تصرف على اخوك وانت تصرف على ابوك. هنا بدأت المشاكل من الحريم والاسر كذا ليه تفكفكوا. فاهم؟ كرم. هذا اسمه كرم. انا بصرف على ابي بصرف على اختي بصرف على اخوي، هذا كرم مني. ما عليك دق مالك دق مالك صراحه. والله شكله عندك مشكلة. واضح ان انت قاعد تتكلم. لا والله النصيحة. ابوي ايش رايك بكلامه؟ والله كلام وجدي. والله وانا بصرف عليك. تأيده؟ ايوه انا اصرف عليك حقك يجيك عندك ما لها محترم. هي مش زوجتك انت بس، حتى اختك تقول لك ممكن ليش انت تصرف على فلان؟ ليش انت تصرف على زوجتك؟ واحد بصراحه كذا ايوه كذا عشان يطبقوا. يعني طيب. هنا يضيع الكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام. ايام زمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم اللي حواليه. نعم. ويربط على نفسه ايش؟ بالحجر. نعم. صح ولا لا؟ صح. الحين قلت بس شكل طبيعي كل ما لا تتقلص لين شوف حيرجع الشكل. الان جوالات. ايوه. السلام عليكم. انت تعلي ايام العيد. ايام العيد اول عيد ثاني عيد ثالث عيد ادق الباب، اذا ما في احد ادخل اسجل اسمي، اشوف لك المنافع، اللي ياخذ الحلاوه اللي ياخذ العطر اللي أيوة. ياخذ العود اللي ياخذ صح. جمع بيوت متقاربه. أيوة. نعم صح. ايوه. اسر متقاربه. جوالات دحين زي ما قلت انت، كاميرا وفيس تايم وادق عليك اشوفك، اقدر اشوفك من الجوال. خلاص صح. كيف حالك؟ السلام إيه. عليكم. خبرك شو صح صح. تواصلت معاه. حتى بعض الاحيان انت الواحد لما ينقطع منك ويتصل عليك ايش يبغى الحين؟ ايش فكروا؟ صح. تضرب حساب انه ايوه ايوه ايش دق يبغى يطلب يبغى لا ترد عليه. صح. متى صاروا يجتمعوا؟ لا والله صار ضروري. وينك؟ اخبارك؟ والله الحمد لله شيخ اخبارك طيب مبسوط الحمد. فينك انت؟ والله ابغى اجيك البيت، والله ما انا فاضي الحين طالع. تصرف الواحد كذا. لا لانه اول كان الواحد يتصل عليك صح. يشتاق لك. ايوه نعم. انا اقول لك اتصلت على واحد لي منه 40 سنه. ما شاء الله تبارك الله. صاحب حلو. كيف حالك فلان؟ قال لي مين؟ قلت له لا. قال لي والله ايش فكرك فيه دحين؟ قلت له ابغى حق رمضان. وانت متصل تسلم؟ ابغى حق رمضان. انت تتصل تسلم عليه بس يقول لك ليش؟ قلت له والله اخذت جوالك من فلان. ايوه. قلت له ايش اخباره؟ قال لي والله كويس. قلت له ادينا اياه. قال لي والله سوى عمليه فتح قلب. نعم. قلت له ادينا رقمه عشان اتصل عليه. اتصلت عليه. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب وفاضل؟ قال الحمد لله. مين؟ قلت له فلان. يا الله ما قال لي كيف الحال؟ هلا. ايوه. يا الله ايش فكرك فيه الحين؟ قلت له ابغى حق رمضان. يعني صار الواحد يعني في الزمن ده الا ما رحم رب الواحد يقول انه يشك فيك او اديك من الشعر بيت. هات.
في رمضان علق رمضان اتصلت عليه بالعيد قلت له والله ابغى ازورك انت ما بين جده ومكه. ايوه. ابغى ازورك انت سويت عمليه. قال لي والله البيت عندي مليان ارحامي يجون. قلت له خلي ثالث العيد رابع العيد خامس العيد. ايوه. طبعا مره خامس العيد المفروض يتصل يقول لي والله ارحامي رابع. نعم. خلاص. والله يا ابوي شوف يعني ايش يعني ايش تستنتج من الكلام هذا؟ العالم مادي. العالم مادي، ان تقول المصالح يعني صارت اكثر. ممكن نقول يعني ايه الا من رحم ربي، نقول مثلا المصالح صارت اكثر، اللي اتصل عليك دائما لمصلحه، فالواحد مصالح واقنعه.